باش نستفسروا على الانتقال من بلاصه لبلاصه اخرى فرم الشعين، قررنا باش نزوروا احد الزوايا في المغرب اللي هي الزاويه القادريه الشرقاويه. الهدف من هذا المحتوى هو جمع اكبر عدد ديال المعلومات اللي تقدر تفيدنا في التحدي ديالنا. غادي يكون عندنا لقاء مع شيخ الطريقه القادريه الشرقاويه مولاي رزقي كمال الشرقاوي. الطريقه الصوفيه اللي انتشرت مؤخرا في المغرب وفي بزاف ديال الدول في العالم، هي طريقه من طرق التصوف السني، سميت بالقادريه نسبه لعبد القادر الجيلاني، واللي كيتعتبر من اكبر علماء التصوف على مدار التاريخ، واللي تحكى عليه انه كان كينتقل من بلاصه لبلاصه في رمش الشعيب. ممكنه او لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والامام المتقين، انهم ينتقلون من مكان الى مكان، وذلك كما حدث في قصه سيدنا سليمان مع ملكة سبأ المسمى ببلقيس، أنه سيدنا سليمان كان يود أحد أن يأتي بعرشها، فقام عفريت من الجن، وهذا العفريت مقام كبير في عالم الجن، قال له: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تنوض. فقام وزيره، أو كما يروى من عائلته وهو سيدنا آصف بن برخية، قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد طرفك، قبل ما ترمش. فقال: الذي عنده علم من الكتاب، وهذا الكتاب يقول الصالحين وأجمع العلماء على أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فدعا الله به فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، فكان عرش بلقيس ملكة سبأ أتى به في الحين. بينما هذه كرامة وقعت لسيدنا آصف بن برخية، وهو من أولياء الله، ليس نبي. هذه الكرامة غير محصورة على الأنبياء فقط، وهناك قاعدة شرعية تقول: ما جاز للنبي كمعجزة أو للرسول كمعجزة جاز للولي أو للصالح ككرامة، إلى أن النبي نسميها معجزة والصالحين والأولياء نسميها كرامة. لكننا في هذا الزمان الطي الحقيقي الذي نحتاجه هو طي أنفسنا، من عن شهوات ومحاربتها، عن ملذات وعن كذا، لأننا ما أحوجنا في هذا الزمان لأن نكون من عباد الله المتقين، خصوصا وسط ما ظهر من هذه الفتن التي تجر تل من الشباب إلى الفتن وإلى المعاصي وإلى كذا. فيجب علينا جميعا أن نقوم بوقفة رجل واحد، وأن نمسك بأيدينا البعض، وأن نحارب هذا الفساد ولو بأبسط الأشياء، إن شاء الله بجلسات الذكر، بحضور جلسات الذكر، بجلسات أنس رباني والسماع مدح. أما هذه المعجزة موجودة الحمد لله كمعجزة للأنبياء، كما حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في معجزة البراق، حينما رقع إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وآله وصحبه. وهذا الطيب للزمان والمكان، إذ أن هذه المسائل المعجزات والكرامات لا نقيسها بالمنطق العقلي، لأنها فوق العقل ولا تدرك بالعقل الملموس، لأن العقل يؤمن بشيء اسمه المنطق. وهذه المسائل لا ندركها بالعقل المجرد، بل ندركها بالتجربة وبالخبرة وبمصاحبة أهل هذا الميدان من الصالحين ومن ذوي الخبرة الربانية. الرحمن فاسأل به خبيرا، هذا خبيرا، لم يقل اسأل به عليما، بل اسأل به خبيرا الذي له تجربة، خبرة في هذا الميدان. الحمد لله، ممكنة وتجوز. الأمر أن الكرامات الأولياء يخفونها، فهمت؟ أن الأولياء يخفونها عن عامة الناس، لأن الرسل مأمورون بأن يظهرونها لعامة الناس لكي يصدق الناس برسالتهم وبنبوتهم. لكن الكرامات يخفوها الأولياء، ويقال في الآثار أن الأولياء يخفون كراماتهم كما يستحيون من كراماتهم كما تستحي المرأة من حيضها، يظهرونها إلا في بعض الأحيان، ومن بين هذه الأحيان هي نصرة الحق، النصر الحق بأن دين حنيف دين حق. وقد وقع هذا مع سيدنا محي الدين بن العربي حينما أتاه قس من القساوسة الكبار في الدين المسيحي وقال له: نحن نبينا أحيا الموتى ونحن نبينا كذا، أنتم نبيكم ماذا فعل؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يفعل أي شيء. فقال له: دع نبي ودع نبيك، أنا أحيي الموتى. قال له: كيف؟ فأتى به إلى قبر
أحد من الرهبان كبار الرهبان توفي قبل 300 سنة، وقالوا يا شيخ أحياني باستهزاء. فجلس الشيخ محي الدين بن عربي قدس الله سره، فقرأ وذكر الله سبحانه وتعالى وأثنى على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإذا به القبر سبحان الله كأن التربة تنفك حوله ويقوم ذلك الراهب وقال لهم دين النصرانية الذي يؤمنون بالثالوث على باطل ودين الإسلام على حق. فهمت؟ فهذاك الراهب يعني بكثرة جلال الموقف بذاك يترعد، فقالوا لا اترك، لا نحن إخوة ونحن كذا، لأنه كان معه جمع عظيم من الناس فكلهم أسلموا بسبب هذا الموقف. يعني وهذا متواتر، الإنسان الذي يؤمن بمعجزات الأنبياء يؤمن بكرامة الأولياء، لأن ما جاز للنبي وللرسول كمعجزة جاز للولي ككرامة. يعني روي عن سيدنا الإمام السيوطي فيما رواه تلميذه على ما أتذكر اسمه سيدي محمد، أنه قال له الشيخ السيوطي الإمام السيوطي يعني تريد أن تصلي في مكة؟ فضحك التلميذ قال نعم. قال لكن كيف؟ قالوا بشرط أن تكتم عني، يعني حتى مماتي، يعني حتى نموت. فقالوا تمام. فمسك بيده وربما تمشى 7 خطوات، وقال التلميذ ديالو أغمض عينيك، وإذا به ملي تمشوا 7 خطوات فتح عينه، فإذا به وجد نفسه في مكة، وصلوا العصر يعني وأدوا ربما مناسك عمره وكذا. ثم بعدها قال له هل تريد أن تعود معنا إلى بلدتنا، يعني فين كانوا، أو تبقى في مكة أن موسم الحج قرب، يعني فتح حج. قالوا لا لأنه جاء الموقف جلل فقال له لا، فأغمض عينيه وربما تمشوا 27 خطوة، وإذا به فتح عينه وجد نفسه في المكة الذي كان فيه. يعني من يؤمن بأن كان للأنبياء وللرسل معجزات يؤمن بأن للأولياء والصالحين كرامات. استقامة، أو يعني لب الكرامة الاستقامة، فخير كرامة هي الاستقامة. يجب علينا أن نستقيم وأن نكون يعني نتبع دين الحنيف يعني وفق ضوابطه الشرعية المثيرة، وإن شاء الله بهذا سنصل لله سبحانه وتعالى، وسنرى من الكرامات التي سيجود بها الحق علينا ما يثلج صدورنا ويقر أعيننا بهذا الدين الحنيف. الحمد لله.